حاجتين ما تسألش عليهم، لا زمن الاستجابة ولا طريقة الاستجابة. يستجيب ازاي هو عارف، امتى هو يحدد. طب ما يمكن تقول لي ممكن يستجيب بعد فوات الأوان، لا، هو ضابط الكل. يمكن يستجيب وانا ما استفدش من الكلام ده، لا، هو عارف ان الوقت ده هو احسن استفادة ليك في الطلبة ديت. انتظر، اصبر، لان ده يديك ثقة ويديك ايمان ويديك تجديد ويديك تشجيع. وكمان حاجة عجيبة جدا، هو كل اللي طلبوا زكريا واليصابات واد، اداهم واد، اداهم مش اي واد، اداهم شيء مميز جدا. هو ده اللي بيقول عنه كتاب في افسس بقى، يديك ايه؟ اكثر جدا مما تسأل او تفتكر. وعايز اقول لك ان لما الاستجابة بتتأخر اعرف ان الإجابة فيما بعد هتكون اعظم مما طلبت. شوف كده ابراهيم وسارة، مفيش، الدنيا تتأخر، يجي مين؟ اسحاق. الله ما بينساش. كن امين في طلبتك وصدق انه سمعها وهيديها لك في الوقت المعين. ربنا عايز يدي ولاده، ربنا عاوز يفرح ولاده، ربنا مش عايز ينكد علينا، لا 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 خالص، لأنه يعرف أن يعطي أولاده عطايا جيدة، يفرد إيده ويدي. فخد الكلام ده النهارده بهذا الوعد، طلبتك قد سمعت، خلاص متقلقش.